هلا اليوم عندنا إصابة ركبة، طبعا مو إصابة رياضية، فعنده انقطاع بالرباط الأمامي والخلفي والجانبي، إصابة كبيرة. طبعا هاي الحالات آه، أحيانا نساوي بجلسة وحدة، أحيانا نساوي بجلستين حسب شدة الإصابة. أول شيء راح نساوي ناظور نتأكد من الإصابة. إذا كان الأمامي والخلفي بس فبنسويها بجلسة وحدة. الجانبي هذا لسه بالفحص، في رخاوي فيه بس هلا بنشوفه كمان. اذا كان في قطع فهلا باول جلسه بنساوي الخلفي والجانبي، وبعد 6 اشهر بنساوي الامامي. اصابه كبيره، وهي الحالات تحتاج تثبيت، يعني مو مثل الرباط الصليبي يمشي من اول يوم، لازم 40 يوم المريض ما يمشي، وبعد 40 يوم يبلش تاهيل. هذا الفرق بين الرباط الامامي. طبعا الرباط الخلفي كثير لاعبين يسالونا انه احيانا ينقطع الرباط الخلفي، الركبه بالعطف تكون رخوه، بالبسط تكون ثابته، فالرباط الخلفي اذا انقطع لحاله غالبا ما بنساوي عمليه. هاي دائما في رياضيين يجوا من مدن بعيده وكذا ومشان ما يتعذبوا، الخلفي لحاله اذا انقطع بس يحتاج تاهيل. هاي ملاحظه يعني. شوف الحاله، شوف الركبه، خلفي، هذا خلفي، هذا امامي، اثنين مقطوعين، رخاوي شديده بالمفصل، الجانبي كمان. هلا ان شاء الله بنبلش. طبعا احنا هي يعني اصعب مرحله هي انه نعمل خلف الركبه نفخ، لانه الرباط يطلع من هون. الحفر سهل بس لنجيب الخيط من ورا هاي اللي بتعذبنا شوي. هاي الحمد لله اصعب خطوه عملناها بدقيقه واحده، تيسرت. يعني احنا اصعب مرحله هي انه نجيب الرباط من ورا. هلا عمليه الرباط الخلفي، شايف انت نحن عم نستخدم السكرين، التنظير الشعاعي مع التنظير. زراعة الرباط من خلف الركبة هي عملية صعبة جدا، مو يعني كل الجراحين عندهم خبرة فيها، وهي بالأساس عملية نادرة قليلة يعني. فنحن الحمد لله نحن يعني من كثر ما تجينا إصابات في خبرة بالخلفي، بالأمامي، بالجانبي. وتاخذ وقت اكثر، يعني يمكن الرباط الامامي وصلنا لمرحله احيانا 17 دقيقه نخلص، هاي العمليه بدها ساعه ونص تقريبا. انه انت تزرع رباط من خلف الركبه وتجيبه، بصراحه بدها خبره كبيره يعني. غالبا حوادث سير غالبا، يعني لما يكون واحد قاعد بالسياره تصير حادث، الركبه تنضرب بالطبون الامامي فالركبه ترجع لورا، هذا اشيع سبب. السبب الثاني لما اللاعب يقع على ركبته، هدول اشيع سببين للخلفي، وغالبا يعني يحتاج رد كبير يعني. هلا الامامي احيانا اللاعب يمشي، يعني في لاعب منتخب العراق يعني بدون ما حدا يحتك فيه صار عنده قطع، حتى هو جاب لنا الفيديو تبعه عم يقول انه انا ضمن المباراه عم بمشي وحركه غلط انقطع الرباط. اما الخلفي ما بينقطع الا برد كبير يعني. نحتاج 45 يوم المريض ما يمشي، حط مسند. اما الرباط الامامي من اول يوم المريض يمشي، هاي اول شغله. وبعد 45 يوم، بعد شهر نبلش نحرك المريض ضمن 30 درجه. والله الرباط الخلفي يعني هي من الحالات اللي تشخيصها سهل جدا، حتى المريض يجي وهو يحرك ركبته لورا، يعني هو قاعد وطاوي الركبه 90 درجه، يعني المريض يمسك ركبته ويرجعها لورا، فتشخيصها سهل جدا يعني. احيانا بعض حالات يعني لما يكون الرباط الامامي مو مقطوع، يعني يصير اختلاط احيانا بين التشخيص، احيانا في ناس بيفكروها هو امامي، بس العلامه الاساسيه انه المريض لما يكون قاعد الركبه ترجع لورا. الشغله الثانيه لما تحط الركبتين بزاويه 90 درجه جنب بعض، هاي الركبه بتكون نازله لتحت للخلف، يعني بتشوف الركبه السليمه اعلى من الركبه
هذا الرباط الخلفي اللي حطيناه هلا. هي بس هذا المرتكز، هذا المنشأ بعكس الرباط الامامي، بيروح على الانسي. هذا الرباط الامامي بينزرع هون. هذا الوتر الخلفي اللي زرعناه هلا الحمد لله شادد كويس، اتجاهه جيد من الخلف للانسي. حطينا برغيين بلاستيكي. هاي الركبه كانت شلون تتحرك، هلا نحن بس شيل ايدك عبد بس هيك. كانت الركبه تروح وتيجي، هلا بس بالخلفي ثبتت الحمد لله. لسه الامامي ما ساويناه، ولسه الجانبي ما شدينا. شفتوا قبل العمليه 100% الحمد لله. نحن ثبتنا هلا الرباط الوحشي بشكل مثلث، وحطينا الرباط الخلفي، الركبه ثبتت تماما. الحمد لله على السلامه. انت الركبه كان عندك قطع بالغضروف الداخلي، والرباط الجانبي الخارجي، والرباط الامامي والخلفي. هلا عملنا الرباط الخلفي والجانبي، الامامي ما بيصير، يعني ثلاثه مع بعض ما بيصير. الحمد لله ركبتك ثبتت هلا يعني. لا الافضل انه نساوي الامامي. هلا انت تساوي تاهيل، وبعد 6 اشهر تجي لعنا ان شاء الله ونشوف. بس عمليه كويسه ممتازه. الحمد لله على السلامه.